صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. بنبدأ بالفيديو بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بتمنى من كل شخص عم بيشوفني إذا حابين تساعدوني وحابين أنكم تعملوا معروف معاي وشايفين إني بستاهل أنكم تدعموني بقناتي وتضغطوا على زر اللايك وتعملوا لي شير للفيديو. واللي ما عم توصل الإشعارات من عندي بتمنى منكم أنكم تلغوا الإشعارات، تفعيل الإشعارات، ترجعوا تفعلوها من أول وجديد مشان يوصلكم أي فيديو جديد بنزله أنا من القناة. الجو اليوم كتير حلو. طبعا إذا حلو ولا ما حلو نحن ضروري إنه نفتح الشبابيك. هون رفعت البرادة وبدي أفتح الشبابيك مشان هو البيت كلياته وبلش بالحوسة تبعيتي. هلأ أول شي أنا بدي ساوي الحمامات. قولولي بتحبوا تشتغلوا بالليل قبل ما تناموا ولا تحبوا أول ما تفيقوا تشتغلوا؟ في كتير عالم تعمل حوستها بالليل قبل النوم. أنا بصراحة كنت قبل هيك بس بعدين غيرت هاي الفكرة. هلا هون اليوم بدي لم باللمامة، ما بدي كنس، يعني ما بدي شغل مكنسة، فبخيت على اللمامة شوي من المعطر ريحته كتير حلوة. هلا انه وقت بتحطوا انتو المعطر شو الحلو فيه؟ انه بيلم بيطالع كل شيء، يعني انه بالزغبار على السجاد. حتى اذا ما كان في معطر فيكم تحطوا مي. بصراحة هذا السجاد كتير مقت، وشوفوا قد ما نظفناه بيطلع منه غبرة، بيطلع منه زغبار. هون رح اغسل اللمامة، بدي احطها على البلكون وبدي اشطف البلكون من الغبرة. اليوم مثل ما قلت لكم عن جد الجو كتير حلو، يعني انه لا بارد كتير ولا يعني انه مشمس، فانا كتير بحب هذا الجو. هلا هون عبيت مي وعندي هذا الصابون اللي حكيت لكم عنه، بدي احط منه بالسطل وامسح الفراغات الموجودة عندي، يعني حوالي السجاد، لانه دائما بيكون فيه زغبار. هلا انا بتمنى دائما وقت اللي صور يعني بالبيت اني صور لكم كل شيء عم بيشتغلوا بحذافيره يعني، بس المشكلة التصوير علي كتير صعب لاني انا ما عندي ستاند، يعني انه مثلا متحرك او انه مثلا عندي حدا يصورني بصراحة وانا عم بشتغل، فكتير عم بتعذب بالتصوير. لهيك من فترة جاني نقد. طبعا هلأ بحكي لكم القصة وشو اللي الحكي اللي انحكى يعني. هون بس نزلت مثل ما انتم شايفين اني انا فارشة السجاد، وهذا السجاد كمان كتير عذبني انه دائما بيزحط من على الدرج يعني، وبدكم تضلوا ترفعوه، فممكن انكم تلزقوه، بس كمان ما بفضل انكم تلزقوه لانه بيلزق على السيراميك وبهدل كتير وقت كنت تشيلوه بالصيف. هون شطفت بس المكان اللي ما مفروش عندي، وبعد ما شطفت رح نشفه بالشقفة ونخلص ونطلع على البيت نكفي شغلنا. هلا بالنسبة للانتقاد اللي اجاني من فترة، انه وحدة من رفقاتي نشرت لي قناتي وقالت انه اشتركوا بالقناة، فاجاني الانتقاد تبعها يعني من صبية انا لا بعرفها ولا بتعرفني نهائيا، انه قال انا قناتي جدا مملة يعني، وما فيها شيء حلو وما فيها شيء انه هيك ممتع انه حتى الواحد انه يتابعني، وهي عم بتقول مخلوقة انه من سابع المستحيلات تقدر انها تتابع فيديو من فيديوهات، انه انا يعني فيديوهاتي مملة كتير يعني متكررة. هلا ممكن انه هي هيك شايفة، انا ما عندي اي مشكلة، بس بصراحة انا ما بقدر اعمل مثل غيري، انه مثلا يعني في كتير مثلا قنوات ممكن تطلع بتحكي خصوصياتها، بتحكي مثلا قصص بالواقع صايرة معاها، او مثلا بين مثلا بينه وبين زوجها، بينه وبين بيت حماها، فانا هذا كتير يعني انه بصراحة انا ما بحبه ولا يعني انه برضى اني ساوي. انا ممكن اني نزل قصص تجيني، حكيت لكم قبل هالمره، تجيني على الانستغرام واني اطرحها، او مثلا مشاكل صايره اني انا اطرحها بقناتي، ما عندي اي مشكله، بس خصوصيات اني انا احكيها مشان العالم تجي على قناتي فانا نهائيا ما بفضلها يعني. فعن جد أنا هلأ بطلب من أي شخص عم يسمع الفيديو أو عم بيشوفني، إن كان لأول مرة ولا عن جد إنه كان متابعني من قبل يعني، وبكل صراحة يعني ما في أي مشكلة، أنا بقبل النقد، بس طبعا النقد البناء يعني، مو إنه مثلا نقد جارح، يعني أي إنسان ما بيريد هذا الشيء يعني، وأنا ما بريد إني مثلا يعني زعل حد، جبر الخواطر كتير حلو. فبتمنى منكم عن جد إذا كان الفيديوهات اللي أنا عم نزلها إنها مملة كتير وما عم بتحبوها وملاقين اني فيني انا احسن مثلا من فيديوهاتي، ما عندي اي مشكلة انكم تعطوني افكار او تعطوني مثلا شغلات انا غلط عم ساويها بالقناة او ما عم بتحبوها، فبكون ممنونة منكم كتير اذا بتكتبوا لي هيك بالتعليقات. اليوم عملت القهوة بالركوة مثل ما شفتوا، لانه هذا الشهر انضرب عندي اكتر من قطعة كهرباء، ومن بيناتهم كانت غلاية القهوة، فحاولت اني زبطها وما زبطت يعني، فرجعنا للركوة لبين ما اشتري وحدة ان شاء الله جديدة. هلا المهم هون بعد ما خلصت جليت انا الجليات، طبعا ما عندي جلي كتير، رح ابلش بالطبخة لليوم. طبختنا اليوم رح تكون شوي محروفة.
رفيقتي قد ما حكت لي عن هاي الطبخة وعمليها وساويها، فهي بتطبخ على طول، يعني رفيقتي سعودية. فحبيت إني أجرب طبختها. الطبخة قريب شوي للأكل الهندي. هون أنا أخدت الدجاج مثل ما أنتم شايفين مقطع قطع مثل الشاورما، وحطيت عليهم شوية زيت، وبعدين نزلنا عليهم البصل، ورح نقلبهم مع بعض لحتى يستوي البصل معانا، وبعدين ننزل البهارات. حطيت الكاري والفلفل والملح، وبدنا نحط الماجي، وبعدين كمان نقلبهم مع بعض ونغطيهم. بعد ما نغطيهم شوي رح نحط تقريبا نص كاسة من المي، لأنه ما بدي إياها أنا تكون ناشفة كتير لهاي الأكلة. بعد ما نحط لها المي رح كمان نغطي عليها ونخليها كمان كم دقيقة، وبعدين نكفي. هلأ هون نحن بدنا نحط كريمة طبخ، بس إذا ما كانت موجودة كريمة طبخ مثل هلأ أنا هون ما عندي كريمة طبخ، فحطيت كاسة من الحليب وحطيت معاها معلقة من النشا، وقلبناهم مع بعض وحطيتهم فوق الدجاج، ونقلبهم مع بعضهم. وبعدين بدنا نحط شوي من البقدونس الناعم. بالنسبة للبقدونس الناعم بدكم تخلوه شغلة كم دقيقة لحتى يستوي معاكم، يعني مو مباشرة تطفوا عليه. هون خليته أنا وغطيته، بعد ما استوى رح نرفعه عن النار ونطبخ جنبه الرز. هلا بالنسبة للرز، في كتير عالم بتطبخ رز وبيطلع معاها مخبوص. من فترة كنت عند رفيقة إلي تركية، كل ما بشوفها لهالمخلوقة يعني بتطبخ الرز بتحط له عصير الليمون. طبعا هاي الشغلة يعني أنا من زمان شايفتها عندها، ومرة نزلتها بالقناة تبعيتي، بس كان الفيديو سيء فحذفته. فاليوم أنا رح أرجع أذكركم بهاي الشغلة، إنه بعد ما نحط طبعا رز منقوع وصوّناه أكتر من مرة لحتى صارت ميته نظيفة. هون رح نحط معلقتين من عصير الليمون. إذا كان عندكم ليمون فينكم تحطوا، ما كان موجود فينكم تحطوا هذا اللي بيجي من البيم الأناني. شو وظيفته للرز؟ بيفتح حبة الرز. هلأ كمان الزيت بيفتح حبة الرز. أنا كمان بحط زيت وبحط سمنة، وعلى الوجه بحط معلقة من سمن الغنم. طبعا نحن بنقوله سمن غنم، ما بعرف انتو شو بتقولوا له. في ناس تقول سمن غنم، في ناس تقول سمن عربي، يعني بيعطي كمان طعم كتير كتير طيبة للرز. إذا ما حبيتوا إنكم تطبخوا الرز بالشعيرية عادي، ممكن تطبخوا الرز بدون شعيرية. هلأ بعد ما أسكب الأكل وروح أتغدى، بدي رد أرجع وأرجع أعملكم أكلة حلو كتير كتير سهلة وبمكونات كتير بسيطة. فتابعوا الفيديو للأخير مشان تشوفوا الوصفة اللي رح نزلكم إياها. وأكيد في سؤال للمسابقة لليوم. بتمنى من الكل إنه يشارك، وبتمنى من كل صبية بتحب إنها تفوز لازم إنها تجيب رفقاتها ويحطوا لها لايك على التعليق، لأنه في كتير صبايا هديك المرة كتير خربطوا بهاي الشغلة. هلا رجعت لكم بعد الغداء، بس بدي لكم على شغله. في كتير ناس بيقولوا لي انه كيف عم تقدري انه ما تسمني. هلا بصراحه انا بسمن، يعني بسمن بوصل مثلا وزني لنفترض مثلا 70، طبعا اقصى حد يعني. فكتير بتضايق. من فتره جبت هذا الحب واستخدمته. كتير ناس استفادت على هذا الحب ونزلت 18 و20 كيلو. يعني عن جد، وكان عندهم أوزان كتير كبيرة. طبعا الحب له شرح كتير كتير طويل، فأنا يعني ما عندي وقت كتير إني أشرح عليه. طبعا اللي حابة إنها تستفسر أكتر عن المنتج ما عندي أي مشكلة. بخدمة بعيوني، بس تجي تحكي معي على حساباتي موجودة بتلاقوها بصندوق الوصف. بحكي لكم أكتر عن هذا المنتج وبساعدكم، يعني إذا حبيتوا إنكم تستفسروا عنه أكتر. هلأ بالنسبة لإلي إنه أنا ما سبب لي أي أضرار وناسبني الحمد لله 100%. وبالعكس يعني عمل معي شغلات كتير مناسبة لإلي، بس ممكن ما يناسب غيري يعني، فأنتوا بدكم تنتبهوا من هاي الشغلة. على كل حال اللي بدها تتواصل معي ما في أي مشكلة، أنا بحكي لها أي شيء عن هذا المنتج بعرفه. هلأ بالنسبة للحلو تبعنا لليوم، شوفوا جبت لكم طريقة أسرع حلو بالعالم. مجرد أنكم تحطوا بسكوت مطحون مع شوية كاكاو وتقلبوهم مع بعض بهذا الشكل، وبعدين تضيفوا عليهم الحليب. طبعا رح تلاقوا المقادير كلها موجودة بصندوق الوصف. مقادير كتير بسيطة وسهلة، وإن شاء الله أن تكون موجودة بكل بيت. بعد ما نعجنهم بهذا الشكل رح تمدوهم على ورق الزبدة، وإذا ما كان موجود عندكم بتقدروا تستخدموا سلوفان أو كيس نايلو. وبعدين تعملون رول وتلفوهم وتحطوهم بالبراد لمدة 4 ساعات. وبعد ال4 ساعات رح نطالعهم من البراد ونقطعهم مع بعض. هلأ رح نطالع وصفتنا السهلة من البراد،
ومثل ما قلت لكم بدنا نقطعهم. طبعا أول ما بتطلعوها من البراد شوي لازم يكون النقاسية معاكم، يعني تقطيعها، وهيك بتكون ناجحة معاكم 100%. مثل ما انتم شايفين هيك القطعة بدها تطلع. هلأ ممكن تاخدوا الشوكولا وتعملوها على حمام مائي وتغطسوا الوجه، فأنا ما كان موجود عندي فحطيت لها كريم الكراميل، كمان عطت طعم كتير طيبة. عن جد الحلو كتير بسيط وسهل، بتمنى منكم انكم تجربوه. بس بدي أعطي ملاحظة بسيطة قبل ما نبلش بسؤال المسابقة. أي شخص حابب إنه يدعمكم ومشان تربحوا، أنا بدي أي شخص يجي عن طريقكم يحط لكم لايك على تعليقكم اللي بدكم تجاوبوا عليه. بس ما عم بيزبط اللايك ولا عم بيثبت لا عندكم ولا عندي، لأنه ما عم بيتفرجوا على الفيديو. فإذا عم بيفوتوا بس على التعليق ويحطوا لايك، بصراحة إنه عم بينشال اللايك، وأنتم انتبهوا من هذا الشيء وشوفوا بعيونكم، يعني مشان ما تقولوا إنه أنا بدي إياكم إنه مشان الفيديو. فهاي سياسة اليوتيوب هيك، إنه إذا ما انشاف من الفيديو ما بيعلق لا اللايك ولا الديسلايك ولا شيء نهائيا، يعني حتى أيام التعليقات ما بتطلع. هلأ السؤال لليوم، يلا يا عبودي شو السؤال اللي رح نسأله لليوم؟ ما هي آخر آية نزل في القرآن الكريم؟